كيفكن ويسعد أيامكم بكل خير يا رب. قرب شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. قولوا آمين. بقيان له كم يوم. اليوم رح أعمل معكم هيك أكلة حلو كتير بسيطة وبنفس الوقت عن جد كتير لذيذة وبتشهي القلب، ورح أعملها بشكل هلال رمضان. كتير رح تعجبكم. تابعوا الفيديو للأخير ولا تنسوا تحطولي لايك، وإذا مو مشتركين بقناتي تشتركوا لحتى يصلكم كل شي جديد. وخلينا هلأ نبلش بمقادير الأكلة. ومقادير الأكلة كتير سهلة. أول شي جبت لتر من الحليب وضفت عليه نص كاسة من السكر، وفيكن تضيفوا كاسة سكر إذا بتحبوا، وكاسة سميد، و5 معالق كبار من النشا، و3 معالق كبار من جوز الهند. آخر شي رح ضيف معلقتين كبار من ماء الزهر، بيعطيها نكهة كتير طيبة. منحركن على البارد كتير منيح، وبعدين منحطن على الغاز ومنستمر بالتحريك لحتى يتقل عنا القوام. جبت قالب على شكل دائرة وحطيت بنصه زبدية لحتى يطلع معنا شكل الهلال صح. اي قالب عنكن مدور بس حطوا بقلبه زبدية بالنص بيطلع معكن شكل هلال. لحاول هيك سطحه بالمعلقة لحتى يصير مستوى واحد، وبس خلص لحطه بالبراد لمدة 3 ساعات وبتكون الأكلة جاهزة. فكيت القالب وهلا رح شيل الزبدية. وشوفولي ما شاء الله على هالجمال. هلا رح زينه بجوز الهند لحتى يطلع شكله أحلى وأحلى. وبس هيك كانت الأكلة كتير بسيطة، بس عن جد طعمتها كتير لذيذة وأكيد رح تعجبكم. جربوها، وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطولي لايك وتشتركوا بالقناة ليصلكم كل شي جديد. وهلا بقلكم في أمان الله، بشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله.